اكبر شوكولاته شفتها في حياتي. ايه ده؟ اكبر شوكولاته شفتها في حياتي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. من كام شهر كده كان عمي وابن عمي جايين لنا زياره مصر، واصلا عايشين في كندا. كانوا جايبين لنا دي معاهم. بصراحه انا يعني عاجبني جدا التغليف، حتى بصوا التغليف ذات نفسه. بصوا شنطه كده لذيذه شيك، حاجه شياكه يعني. بصوا شنطه شكلها شيك جدا. بصوا يا جماعه، حاجه ايه، وفيها خطوط ذهبي بقى. لا بجد حاجه صايعه قوي. فالمهم ببص ايه دوت، اتفاجئت بلوح شوكولاته عملاق. انا عمري ما شفت شوكولاته بالحجم ده في حياتي قبل كده. واللي صدمني اكتر لما قريت الوزن اللي مكتوب عليها. انتوا عارفين دي وزنها قد ايه؟ الاول دي يا جماعه شوكولاته اسمها توبلرون. توبلرون دي شوكولاته سويسريه، بالكامل سويسريه. تخيلوا اللي معايا دي قد ايه. طب استنوا، دي واحده انا شاريها من السوبر ماركت عادي، نفس النوع توبلرون بس بطعم تاني يعني. بصوا دي بصوا يا جماعه الاتنين جنب بعض. انتوا متخيلين يا جماعه فرق الحجم؟ يا لهوي، متخيلين؟ بصوا فرق الطول وفرق الحجم وفرق كل حاجه. تخيلوا دي كام، وزنها قد ايه. دي 100 جرام، ودي الحجم الشائع اللي انا بشوفه كتير في السوبر ماركتات، منتشر عادي. انما عمري في حياتي ما شفت الحجم ده، اول مره اشوف. انا اعتقد ان هم اكيد جايبينها من كندا وهم جايين. حجم غريب ومريب جدا، حجم عجيب. دي 100 جرام، تخيلوا دي كام 750 جرام، 3/4 كيلو. تخيل شوكولاته 3/4 كيلو. طيب تعالوا نحكي شويه عن شوكولاته توبلرون. هي عباره عن مكوناتها يعني سويس ميلك شوكولات. هي فيها لبن سويسري وزهري بالعسل والالموند نوجات. نوجات ايه نوجات ايه ولا نجات ايه يا جماعه اللي انا بقوله ده يا جماعه؟ نجات، الموند نجات. الشوكولاته دي عباره عن ايه؟ مصنوعه من اللبن السويسري مع عسل واللوز والنوجه، وحتى مكتوب عليها سويتزرلاند. سويتزرلاند اهو سويتزرلاند زي ما انتم شايفين اهو. تقيله قوي وهي في ايدي، كبيره جدا عملاقه جدا، بس فيها سعرات عاليه قوي. 230 كالوري لكل 44 جرام. هي بتبقى متقسمه مثلثات كده، مش متقسمه لوح على بعضه، يبقى على هيئه مثلثات. على فكره يا جماعه انا فاكر زمان وانا صغير كان في شوكولاته كنت بحبها قوي، كانت شبه الشكل دوت بس اللي هي الصغيره يعني، وكانت بتبقى عباره عن مثلثات من جوه عامله زي الاهرامات كده. بس انا مش قادر افتكر هل هو النوع ده ولا كان نوع تاني، مش فاكر اسمها خالص، بس بجد كنت بموت فيها. ايه قصه الجبل ده يا جماعه؟ الشوكولاته دي مشهوره قوي بشعار الجبل ده. الشعار ده شباب عبارة عن قمة جبل ماتر هورن، والماتر هورن ده موجود في جبال الألب السويسرية، وفي جوه الرمز هتلاقوا زي دب كده. هو بصراحة أنا مش عارف هو شكله عامل زي الغزالة، بس بنمشيها دب وخلاص. في دب كده بيقول لك إيه ده، بيرمز لمدينة بيرن أو مدينة الدببة. ما علينا، المهم يعني خلينا في الحاجه الاساسيه. المهم ان الشعار ده يعني الجبل دوت اللي هو زي ما بقول لكم ده جبل اسمه الماتر هورن. انتوا عارفين اصلا ايه سر تسميه الشوكولاته دي بتوبلرون؟ يعني التسميه دي ليها سر، وان الشوكولاته ذات نفسها عملوها على هيئه مثلثات ده ليها سر برضه. هقول لكم، انا هحكي لكم القصه كامله يا جماعه. بصوا يا جماعه، في الحرب العالميه الثانيه سويسرا بنت خط دفاعي اسمه توبلرون، وكان على هيئه مثلثات زي الشوكولاته دي كده على شكل اسنان اسمنتيه ضخمه. ليه؟ عشان يمنعوا دبابات العدو ان هي تعبر اثناء الحرب العالميه الثانيه. فهي الشوكولاته دي مستوحاه من الخط التوبلرون دوت، يعني حتى على نفس الاسم وعلى نفس الشكل. والجبل ده زي ما قلت لكم ده جبل الايه. حتى لو تلاحظوا يا جماعه كان في اقاويل كده على الفيس من فتره ان توبلرون تستعد لتغيير شعارها الشهير اللي هو الشعار ده، عايزين يغيروه. ايه السر بقى في الموضوع ده؟ انا هقول لكم. بصوا يا جماعه، الشوكولاته دي بالكامل كانت بتصنع في سويسرا، تمام؟ لكن هم الفتره الجايه ناويين ينقلوا انتاج بعض مكوناتها لسلوفاكيا.
على فكره قمه الباتر هورن دي ارتفاعها 4.47 قرب 4.5 كيلو. طب دلوقتي لما بعض المكونات هتنتج في سلوفاكيا، طب ايه المشكله؟ ليه هيزيلوا الشعار؟ هيغيروا الشعار ليه؟ لان في حاجه اسمها الرموز الوطنيه في سويسرا، اللي هو ايه؟ في بعض الرموز كده ما ينفعش تتحط على منتج مش مصنع بالكامل في سويسرا. فدلوقتي المنتج ده حاليا كان بيصنع بالكامل في سويسرا، وعشان كده كان عليه علامه الباتر هورن اللي هي علامة من العلامات المميزة في سويسرا. طب أصبح دلوقتي المنتج ده مش هيتصنع بالكامل في سويسرا، وجزء منه هيتصنع في سلوفاكيا، فازاي يبقى عليه قمة الباتر هورن اللي هي موجودة في سويسرا؟ في قانون بيمنع ده، وقانون صارم معمول من 2017 في سويسرا يمنع استخدام رموز وطنية بتدل على سويسرا على منتج مش مصنع بالكامل في سويسرا. عشان كده هيغيروا العلامة، هيخلوها علامة أكثر شمولا. بس أنا حاليا هي موجودة معايا، وأنا لسه معايا الشعار القديم بقى. ودي حاطين الشعار بالموف، ما تعرفش عشان طعم مختلف ولا هي دي طعم مختلف شوية. على فكرة يا جماعة عايز أقول لكم على حاجة، دي عارفين بكام؟ ب 55 جنيه ال 100 جرام، امال ال 750 تبقى بكام؟ دي معديه 400 جنيه. ده كمان عايز اقول لكم على حاجه، انا كنت مفكر ان ده اكبر لوح شوكولاته توبليرون، تخيلوا اتفاجئت بايه؟ اكبر لوح توبليرون وزنه 4.5 كيلو. طب اذا كان انا ال3/4 كيلو دي شايلها بالعافيه، حجمها كبير قوي في ايدي، امال ال4.5 كيلو دي تبقى ايه؟ ده انت تلعب بيها حديد في البيت بقى. يا جماعه يعني 4.5 كيلو مش فاهم، هو عشان الجبل يعني ارتفاع 4.5 كيلو عملوا الشوكولاته 4.5 كيلو ولا ايه؟ طب يلا يا جماعه نفتح. على فكره ممكن تكون هي الشوكولاته اللي انا كنت باكلها زمان وانا ناسي. انا فاكر بس ان التغليف كان شبه ده، اللون كان شبه ده قوي، كانت صفرة برضو بس مش فاكر اسمها خالص. ومعرفش اصلا اذا كان في شوكولاتات تانية على هيئة مثلثات ولا دي الشوكولاتة الوحيدة. هي اللزقة دي بتتفك وتتفتح من ورا اهي، بتتفتح كده. بصوا يا جماعة، لايكات يا جماعة، لايكات عشان اجرب لكم حاجات غريبة. اوف ده بصوا من جوه، بصوا من جوه عاملة ازاي، ولا صايعة قوي، اللي مش هيعمل لايك هطخها. اوف دي بتتكسر ولا ايه اللي بيحصل؟ انا ما اعرفش عمي وابن عمي بيشوفوا الفيديو ده ولا لا، يعني انا بصراحه مش عارف هم متابعيني على اليوتيوب ولا لا. لو متابعيني عايز ابعت لهم بقى احلى تحيه. ده لو متابعيني يعني، مش عارف بصراحه. تقريبا زي ما تكون هي بدات تسيح شويه، عشان كده ممكن تكون اتكسرت. تصدقوا اتكسرت فعلا للاسف، ما اعرفش ليه. مش مشكله. بصوا يا جماعه شكلها مرعب قوي فعلا. دي الخط ده يعني دبابات تعدي وسطه ازاي يعني؟ مستحيل يعني. طيب ايه ده؟ في ايه ده زي ما تكون مترشقه بندق من لا ما هو ده اللوز تقريبا. بصوا في زي حاجات مترشقه من تحت. على فكره كان في مره من المرات الشركه عشان توفر شويه نفقه تكلفه انتاج الشوكولاته بعدت المثلثات دي عن بعضها، الناس اتضايقت، وعشان كده الشركه رجعت بعد كده تتجه تاني ان المثلثات تبقى قريبه تاني من بعضها يعني. ايه ده؟ بصوا ده في حاجات ابيض، دي النوجه تقريبا. انا عايز ادوق كده يا جماعه. انا مش قادر اتخيل امال ال4.5 كيلو دي تبقى عامله ازاي يعني، تبقى تتمسك ازاي اصلا. بس على فكره طعمها جامد قوي، خامه الشوكولاته نفسها جامده صايعه. عارفين شبه ايه؟ فيها شبه قوي بالجالاكسي، واحلى كمان. شوكولاته صايعه ويعني سكرها حلو معقول. بس على فكره في منها انواع كتير. النوجه بدات احس بالنوجه فعلا. في منها شوكولاته دارك، وفي شوكولاته بيضه، وفي مش عارف بقشر اللوز، وفي انواع كتير. بس انا مش فاهم ليه ما عادوش هينتجوها بالكامل في سويسرا. ايه المشكله يعني؟ دي معايا زبيب ولوز، وفي اللوز المقرمش
وفي كمان بجوز الهند. في انواع كتير يعني. انا حتى قصدت ان انا لما اشتري الصغيره ديت ان انا اجيب نوع مختلف. كان في برضك بنفس النوع ده بالظبط، بنفس العبوه الصفرا دي بالظبط، كان في منها الصغيره وكانت بنفس السعر ب 55 برضه. بس طب ما تيجوا يا جماعه نفتح كده الصغيره ونشوف فرق الحجم عامل ازاي. بس الصغيره بتتفتح منين؟ افتحها كده. بص فتحتها مختلفه. ايه ده حتى التغليف يعني مش قوي زي التانية، تغليف عادي يعني. والله انا حاسس يا جماعه ان دي ممكن تكون الشوكولاته اللي كنت باكلها زمان، اللي شبهها قوي. الله، هو دايما تبقى مكسوره من جوه ولا انا عشان رميتها من شويه ولا ايه؟ يا خبر، ده الفرق يا جماعه، الفرق رهيب جدا يا جماعه. الفرق بين الاتنين رهيب جدا، فرق السماء والارض. بصوا يا جماعه، ياه ايه، لا فرق رهيب جدا جدا يا جماعه، جدا. بس اقول لكم حاجه بصراحه، رغم طعامتها الجامده قوي بجد، الشوكولاته طعمه جدا بشكل رهيب، طعمها رهيب رهيب، اللي هو تاكلها تدملها خلاص. بس في نقطة في رأيي، لو ما كانوش يحطوا النوجة والحاجات اللي بتقرمش دي كان يبقى أفضل. لو بندق مثلا عادي، لوز عادي مفيش مشكلة، بس النوجة ديت عارفين اللي هو ايه، الشوكولاتة دي لو كانت شوكولاتة صافي ويا دوبك جواها بس المكسرات من غير نوجة خالص، كانت تبقى أروع كمان. اللي أنا مستغربه هنا إن ليه في كل الأنواع بيحطوا النوجة دي، بس بجد الشوكولاتة صايعة صايعة أوي أوي حاجة. نجرب واحدة كمان من الكبيرة ديت. اشتري نوع تاني برضك في نوجة، هو زايد عليه بس اللي بالزبيب. اعتقد ان هم كانوا المفروض يفكروا يعملوا انواع من غير نوجة خالص عشان يرضوا جميع الاذواق. هي الظاهر الهويه الاساسيه بتاعتها ان هي لازم تكون كده، واضح ان هي ما ينفعش يبقى ما فيهاش نوجة اصلا. عامه برضك هي النوجة مش معكننه الدنيا قوي بالنسبه لي، هي برضك مش كتيره قوي بس يعني. انا كنت بفضل لو هي تبقى من غير نوجة خالص، كانت تبقى اجمد بقى قوي. انا بتمزج قوي قوي يا جماعه بالشوكولاته دي، بجد جامده جدا. بصوا يا جماعه المثلث الواحد قد ايه، ده مكتوب عليها توبليرون، الحروف محفوره فيها تي، يعني واحده واحده لا. بس فعلا يا جماعه ده لو خط دفاع بالشكل ده قولوا لي هيعدي، يعني الدبابات هتعدي ازاي؟ الا بقى لو دبابه رخمه تطلع كده وتقوم نازله بالجنب التاني، بس صعب ده. شوكولاته غريبه. بس عارفين حتى النوجه، يعني انا مش فاهم هم ليه منشفين النوجه. النوجه عشان ناشفه بتيجي كده، يعني وانت بتاكلها حتى يعني غير احساس لو هي في مكسرات. بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه، لو في مكسرات جوه الشوكولاته انت مش تبقى متضايق، اللي وانت بتاكل عادي يعني بتدي طعم حلو. انما دي يعني عارفين حتى لو هي نوجه طريه شويه كان عادي، بس هم مجمدينها شويه، فانا مش عارف ايه وجهه النظر يعني. انا شايف ان بجد يشيلوا النوجه خالص. عايز اجرب بقى الصغنطوطه اللي انا شاريها دي. جواها زبيب فعلا. بس اقول لكم حاجه بصراحه، الاحساس مختلف تماما. احساس وانت بتاكل الشوكولاته الكبيره والقطعه الواحده منها بتاخد وقت وبتقعد تستمتع كده وانت بتاكلها، غير الصغيره دي اللي بتتاخد في بق واحد. الشوكولاته الكبيره متعتها اقوى بكتير من 100 جرام بامانه. فرق جامد، فرق جامد ديت غير الصغيره خالص. ده شكلها مرعب مرعب يخض. بصوا الكبيرة كمان اللي انا ملاحظه بستحلها اكتر، يعني هما الاتنين كانوا في التلاجة، بس الكبيرة مش بتسيح بسهولة، يعني ما زالت جامدة. انما الصغيرة بدأت تطرى قوي.
دي تبع شركة اسمها مونداليز، اللي فوق خالص ده اللي بالبنط العريض. لا بصراحة يا جماعة لا لا لا، فرق جامد جامد جامد، فرق السما والارض بين الكبيره والصغيره، احساس تاني خالص، انتعاش تاني خالص. لا بجد مش عارف اشكرهم ازاي على الشوكولاته الجامده دي، اتمزجت منها قوي قوي، حاجه كده تسلطن الدماغ، روعه روعه روعه، وطعمها مختلف عن اي شوكولاته جربتها قبل كده، روعه روعه ولا كلمه. بس كده يا جماعه، اتمنى الفيديو كان عجبكم، استنوني في فيديو جديد، سلام. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finding, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it.